شمونتا مقابيت معلتي على ملخوي دك أنستيو تسمعنا. So ya anay lay saga nati wana matsawacta zgabarkana lay kasamac kaa ya anay lay kiblakni fattu قابو أسئلة kaa زياق علي حسر زبلتيا كسمعكن يا مالتي بعربي صحيفة أزلقوا التحية كل التحية لنساء العالم بمناسبة يومهن العالمي الموافق 8 مارس من كل عام. يحتفل العالم بهذه المناسبة تقديرا لدور المرأة في المجتمعات. أن الحديث عن دور المرأة في المجتمعات مهم جدا وأساسي في بناء المجتمع. فالمرأة هي مربية الأجيال وهي الأم والزوجة وزميلة العمل والدراسة. هي المفكرة والأديبة وتمتلك كل المواهب الإنسانية. الاحتفال بدورها الاحتفال بدورها هو الاحتفال بالإنسانية جمعاء. لا ننسى أن المرأة تعرضت لظلم كبير في حقوقها الأساسية في الرأي والتعبير والمساواة في الحقوق والفرص، حتى أن أقرت الأمم المتحدة هذا اليوم كيوم عالمي لها، وهذا تقديرا واحتراما لدورها. لذلك نقول كل عام ونساء العالم بخير. أما الحديث عن المرأة الإريترية ودورها لا ينتهي بكلمتين. ففي أوائل الستينيات مع بداية الكفاح المسلح ودورها في مساندة الثورة معنويا وماديا وسياسيا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. وكانت أول فتاة التحقت بالميدان رفضا للظلم والاضطهاد هي المناضلة جمعة عمر، ولاها الله بالصحة والعافية. وهذا كان في الستينيات. بدأت المرأة الإريترية في تنظيم نفسها لنضال ضد المستعمر الإثيوبي من أجل الحرية على شكل خلايا صغيرة في الخارج والداخل. وعلى سبيل المثال في السودان، حيث كانت خلايا سرية وسريتها ترجع لكون الحكومات السودانية آنذاك في الستينيات كانت علاقتها جيدة مع المستعمر على المستوى الرسمي، ولكن لا ننكر تعاطف الشعب السوداني مع الثورة الإريترية والقضية الإريترية والمرأة الإريترية تحديداً. هذه الخلايا النسائية كان دورها التعبئة السياسية، جمع التبرعات، الوصول إلى أكبر عدد من النساء لتنظيمهن وتوعيتهن بما يدور في الساحة الإريترية والقضية الإريترية، وما هو المطلوب، ما هو الدور المطلوب الذي تلعبه المرأة الإريترية في ساحة النضال. وعلى ما أذكر من ذكريات الأخت المناضلة نسرين كرار، فأول خلية كونت في السودان في كسلة كانت من عدد من العضوات، من ضمنهم المناضلة نسرين كرار ولها الله بالصحة والعافية، وخديجة نور، فاطمة محموداي، ست الحامد، وعيشة عثمان، وعافية حامد. كما كانت خلية عطبرة، وهي كانت برئاسة زوج باشاي. فأذكر هذه الأسماء وهذه التواريخ للشهادة على دور المرأة الإريترية.
وزودي باشاي كانت تساند الثوار وتجلب لهم المعلومات، من القنصلية الإثيوبية. وفيما بعد اكتشف أن زودي مراقبة من قبل القنصلية، وكشف أمرها لأنها هي بتساند الثوار، ولذلك كانت مضطرة أن تنتقل من كسلة إلى عطبرة، وهي كونت هناك في عطبرة خلية من النساء لمساندة الثوار. هذه الأشياء للتعرف عن تضحيات المرأة الإريترية ودورها الكبير في الثورة. ولذلك نحن نحتفل بهذا اليوم، اليوم العالمي للمرأة الإريترية، تقديرا منا بهذا الدور. لقد ظهر تطور في دور الخلايا النسائية، ومثال على ذلك بدأوا أن ينقلوا التجربة إلى داخل المدن الإريترية، فأرسلوا عضويتين من خلية كسلة إلى داخل إريتريا لكي يكونوا خلايا هناك. وسفرهن من السودان إلى إريتريا كان بغرض التجارة، أي الحيلة كانت بغرض التجارة لكي لا يتعرضن للمساءلة من قبل الاستعمار. وفعلتهن هذه تذكرني بقصة أخرى، قصة الوالدة زيفان ولد ميكائيل، والدة الأخت إلسا مسفون، حين كانت تمثل أنها تتاجر وهي كانت تستقبل الفدائيين في داخل منزلها في أسمرة. وحين تسأل من هؤلاء كانت تقول لهم زبائن. هذه هي المرأة الإريترية المناضلة المكافحة المضحية. ولا ننسى قصة المناضلة زهرة جابر عندما كانت موظفة في الخطوط الجوية اليمنية، حينها كانت تتحايل أنها لم تنتهي من عملها في المكتب، أي مكتب الخطوط الجوية، وعندما تكون هناك لوحدها كانت تنسخ المنشورات والبيانات التي تدخل أسمرة عن طريق الفدائيين، وعندما تنتهي من النسخ تسلمها للشاب جمع علي بخيت. وجمع علي بخيت بالمناسبة فيما بعد التحق بالميدان، وهو كان مناضل في جبهة التحرير الإريترية، وعلى ما أعتقد حاليا هو موجود في إيطاليا. وجمع علي بخيت بدوره يوزعها على من يستحق أن تصله هذه البيانات. هذه هي المرأة الإريترية، وهذا هو دورها. ولا ننسى دور المناضلة سعدية تسفو التي كانت معروفة في العمل الفدائي لحين التحاقها بالميدان. لا ننسى ولن ننسى الخلايا النسائية في داخل القردات، أمثال زهرة ربدة، جماعتي، زينب محمد موسى، فاطمة أدال. هذه الخلايا أصبحت قاعدة عريضة في الداخل والخارج حينها جاءت فكرة أن يكون للمرأة اتحاد عام، فتم التحضير لمؤتمر تأسيسي في عام 1974، ومن ثم المؤتمر الأول للاتحاد العام للمرأة الإريترية في 76. وحضر هذا المؤتمر عدد كبير من النساء من داخل إريتريا ومن خارج إريتريا، كما حضره من الخارج اتحادات نسوية
كاتحاد نساء العراق، اتحاد نساء فلسطين، ونساء من تجراي. وأصبح للاتحاد دستور ولوائح داخلية وقيادة مركزية ولجنة تنفيذية برئاسة المناضلة آمنة ملكين. وهنا أصبح الدور أكبر وأكبر، حيث أصبحت المرأة الإريترية تشارك في مؤتمرات نسوية دولية للتعريف عن القضية الإريترية ودور المرأة الإريترية. المرأة الإريترية كان لها دور في تحقيق الحرية ودحر الاستعمار ونيل الاستغلال. وبالمناسبة هذه الأمثلة المذكورة هنا من أسماء ومن قصص، هذه كانت تحت مظلة جبهة التحرير الإريترية. ولكن عندما نتحدث عن المرأة الإريترية ودورها في الثورة ودورها في التحرير، فنحن نقصد المرأة أينما كانت، بغض النظر عن التنظيم اللي كانت موجودة فيه، إذا كانت جبهة التحرير الإريترية أو الجبهة الشعبية، فكلهم لعبوا دور إيجابي في الثورة الإريترية. فنحن هنا نتحدث عن المرأة الإريترية بغض النظر عن التنظيمات، لأنهم ضحوا سواء كانوا في ذاك التنظيم أو ذاك التنظيم. المرأة الإريترية كان لها دور في تحقيق الحرية ودحر الاستعمار ونيل الاستغلال في عام 91 وفيما بعد الاستفتاء 93. والآن تواصل نضالها من أجل حريتها الإنسانية والسياسية، من أجل دولة القانون. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن يتحدن في اتحاد نسائي مستقل يحافظ على حقوقهن ومصالحهن في دولة مدنية ديمقراطية، بعيداً عن المشاحنات الأيديولوجية والتنظيمية والسياسية. وأتمنى من الأجيال الجديدة اللائي اكتسبن درجة من التعليم والوعي أن يكون لهن دور رائد من أجل هذه القضية. والشكر كل الشكر للأخوات. الأخت سقا خاصة شكرا لك سقا يغني لي أنا بزودي زلخو نزيز قبركنا لي عدمة كم وانا مالتيو سلزي أبزودي الله سقا حتت مسبلكو كما يمهلاوا عبد اللي خنزلا فتسون كيكدوا مس نفاس صنيحوني وريا انصافي بهوا من مو يحسبو زلو زحالوات زلو زحالوات عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين إذا دجن حفتي ولا لا